السلام عليكم. بعد التوقف ديال الفيفا عدنا والعود احمد. غادي يبقى الناس كيتكلموا على الماتشات ديال المنتخب وعلى الدور ديال زياش وابراهيم والتكامل بيناتهم والبوليميك اللي تقدر تكون نافعه او خاويه، ولكن غادي نخليو الحسم والقرار والحكم لتاريخ الفيفا المقبل، لان هذا الاسبوع هو اسبوع الكؤوس الافريقيه للانديه بامتياز. 3 الانديه المغربيه اللي خدات الطياره وكلها في رحله شاقه او اقل صعوبه. الفريق اللي عنده اصعب مباراه ونكونوا واضحين، الماتش ديال 50-50 وفريق الجيش الملكي اللي غيرحل لجنوب السودان باش يواجه المريخ السوداني. منذ المشاكل السياسيه في السودان، المريخ كيلعب في البطوله الموريتانيه وكيستقبل في الشامبيونز ليغ في جنوب السودان بحال الاخ التوأم ديالو الهلال. فريق مدجج بالنجوم ديال كرة القدم السودانية، والسودان بدات الاقصائيات كأس افريقيا وكأس العالم بنتائج محترمة. الجيش الملكي شفناها في اللقاء ديال البطولة ديال دوري التمييز، وشفنا كذلك الصعوبات اللي لاقات في الماتش ديال ريمو ستارز، وكنظن انه الا لعبوا بحال الماتش ديال ريمو ستارز يعني بالكرة طويلة واللعب المباشر غيتعذبوا، ولكن الا اعتمدوا على الاسلحة اللي تعودنا عليها في السنوات الأخيرة مع صرامة دفاعية أكبر، وخصنا نراقبوا واش إيلونغا غيكون في المستوى هو حبيب او هو اللاعب اللي غادي يرافقه في وسط الدفاع اللي يقدر يكون الصوابي او مدافع اخر. غادي نشوفوا نحكموا، يقدر يكون نقاش، ونشوفوا كذلك واش الميليو تيران بين مشكل من ناجي ما غيكونش الماتش عليه، دونك غيكون براك وزعزوع وسميتو حريمات، واش غيكون داير. ما ننساوش الناجي عنده دور مهم، جمع جوج الانذارات. خصنا نشوفوا القوانين ديال الكاف واش كتمكنوا انه يلعب هذا الماتش هذا ولا غادي يكون الفريق محروم من الخدمات ديالو. تكلموا على الرجاء اللي ما استطاعش يأهل اللاعبين الجدد وغادي يمشي بمن حضر. الماتش في غانا ما ساهلش، تفكروا تشيلسي ديال غانا السنوات الاخيره، ونقولوا انه العناصر الخبره في الرجاء هي اللي تقدر تطمئن، لان لحد الان مازال ما عرفناش واش الفريق عنده هويه ديال اللاعب مع المدرب الجديد. والهزيمه امام النهضه البركانيه هي ناقوس انذار بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي الا بغى يكون الطموح ديالو الذهاب الى ابعد مدى وما يكونش كيدير لا فيغوراسيون في لا فاز دو جروب ديال لا تشامبيونز ليغ. واخيرا هذا البركانيه كنظن هو الفريق اللي عنده اسهل مهمه يمشي للبنين، الفريق اللي متعود يلعب هاد الماتشات هادو، دار التعزيزات الكافيه، والقيمه المضافه هو حارس من الطينه ديال المدن المحمدي. التوفيق الانديه ديالنا بثلاثه، لانه غنقولوها نساو الحزازات ديالنا، نساو ما يفرقنا ونتفكروا ما يجمعنا. اللي كيجمعنا انه بثلاثه كيمثلوا هذا الوطن السعيد، بثلاثه هما سفراء كره القدم المغربيه. ما نشمت في الخصم ديالي، ما نضحك عليه الا وقعت له شي كبوه، وفي نفس الوقت كنطلب من الجار ديالي الا كان كيشجع الفريق الاخر ما يشمتش فيا، بمعنى نتضامنوا في هذه الكؤوس الافريقيه، واللي كيفرقنا هو بطوله بوك لا يغلبوك. فلها حديث اخر في جوله من جولات البطوله، مسلسل فيه 30 حلقه، بعض الحلقات كتأجل فيها بعض العرقله مع الميادين والويكلو وسير، ولكن المهم هو نركزوا على هذه الكوب دافريك وديما مغرب. والسلام عليكم.